سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائيات الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ارتفاع الإنتاج الزراعي في الإقليم الأوسط. إدخال زراعة البطاطا الحلوة في جنوب البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية للشباب في إقليم عنسبة. المئات يتظاهرون ضد حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو. بكين تدعو واشنطن وطوكيو للتخلي عن عقلية الحرب الباردة. السنوات الثمانية الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مكتب الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط ارتفاع الإنتاج الزراعي بنسبة 12%. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في المكتب السيد أبراهام أرعيا لوكالة إيرلينا زراعة مساحته أكثر من 93 من الأراضي المخطط زراعتها العام الماضي، وبلغ المحصول 415,785 كنتال من الذرة والبقوليات والبذور الزيتية، مشيرا إلى عدم الزراعة في موسم أمطار الربيع لشح الأمطار. وذكر إدخال البذور المحسنة لمناسبة المناخ وتربة البلاد بالتعاون مع مركز حلحلة الوطني للأبحاث الزراعية، وقد تم تجربتها وتنميتها واستفادة المزارعين من بذور البطاطس المحسنة. وأوضح ممثل تنمية النباتات في الإقليم السيد أبراهام وجود بذور البطاطس الكافية وعلى المزارعين الاستفادة منها بأسعار مناسبة، داعيا الحد من استخدام المبيدات الكيميائية غير المعروف مصدرها وجودتها. أوضح مسؤول قسم الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر المهندس عمر أحمد تطور برنامج زراعة البطاطا الحلوة على مستوى الأسر والمجتمع في الإقليم. وذكر نجاح الزراعة في الإقليم بعد الاعتقادات التي كانت سائدة بعد نجاح الزراعة فيه لمناخه، مشيرا إلى تقدم زراعة الخضر والفاكهة. وذكر القيام بأنشطة زراعية موفقة في مديريات عصب وجنوب دنكالة ووسط دنكالة بمشاركة فاعلة من المهنيين الزراعيين بموجب البرنامج الموضوع لإدخال زراعة البطاطا الحلوة إلى جانب القرى. وقال إن إدخال البطاطا الحلوة تأتي في إطار جهود ضمان الغذاء المتوازن، داعيا جميع الجهات للتعاون من أجل تطوير وتوسيع زراعته. وأشار إلى بدء مبادرات إعداد السماد الطبيعي من النفايات المنزلية والذي سيسهم أيضا في نظافة البيئة. نظم فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية ل76 من الشباب العمال في الإدارة والقيادة استمرت لأسبوعين. وأوضح مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد آتو برهان جبرات في مراسم التخرج في 12 من يناير، أوضح أن رفع قدرات العمال والمؤسسات من أهم أهداف الكونفدرالية. وقال التدريب قدم للمتواجدين في مستوى المسؤولية ومسؤولي الأقسام، داعيا المتدربين ليكونوا منتجين. وذكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة إقليم عنسبة السيد كبرام نرأيو أن التدريب له دور كبير في صقل وتدعيم القدرات، داعيا المتدربين للمساهمة الإيجابية في موقع العمل. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى إن تدعيم قدرات الشباب بالتدريب والتأهيل له أهمية كبيرة، موضحا وجود برنامج لإيصال التدريب إلى جميع المديريات. وأكد المتدربون بأن التدريب يسهم بفعالية العمل.
عقدت مفوضية الثقافة والريادة في 11 من يناير في العاصمة أسمر اجتماعا لتقييم البرامج المنفذة في الأقاليم. وتداول الاجتماع الذي شارك فيه كبار مسؤولي المفوضية الأنشطة الرياضية وأنشطة البحوث وحفظ الموروثات التراثية وحماية الآثار والمباني الأثرية والأماكن التاريخية وتنظيم احتفالات الأعياد الوطنية وتنشيط البرامج الثقافية وتطوير القوى البشرية وتنظيم دورات تأهيلية رياضية وثقافية فاعلة. وأشارت التقارير المقدمة إلى أن محدودية الميزانية ونقص البنية التحتية والمعدات الرياضية والمشاركة غير المتوازنة للأقاليم في البرامج الثقافية والرياضية الوطنية من المصاعب البارزة. ونادى الاجتماع لزيادة الميزانية باعتبار الأنشطة الثقافية والرياضية جزء من برامج التنمية الوطنية وإقامة محمية في المواقع الأثرية ووضع الاعتبار للبنية التحتية الرياضية في خطط تطوير المدن. ودعا مفوض الثقافة والريادة سفير زمد التخلي في ختام الاجتماع إلى الاهتمام الكبير في تنفيذ الخطط والعمل، معربا عن ثقته لتواصل تعاون جميع أقسام المفوضية وإدارات الأقاليم لإنجاح البرامج الموضوعة. فاصل قصير من ثم نعود لمواصلة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الصوماليين إلى المساعدة في طرد أعضاء جماعة الشباب المتطرفة. واستغل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي كان جزءا من المسيرة في ملعب تحت إجراءات أمنية مشددة الحدث لدعوة الصوماليين للمساعدة في طرد أعضاء جماعة الشباب. وأعلن الرئيس حربا شاملة ضد المقاتلين المتطرفين بعد وقت قصير من توليه منصبه في مايو من العام الماضي. وأجبرت الحكومة الصومالية والجماعات العشائرية المتحالفة معها حركة الشباب على مغادرة مناطق واسعة منذ شن هجوم كبير في أغسطس الماضي، لكن الجماعة ردت بسلسلة من الهجمات بما في ذلك تفجيرات في مقديشو. وكثيرا ما رد المتمردون بهجمات دامية مما يؤكد قدرتهم على ضرب قلب البلدات والمنشآت العسكرية الصومالية على الرغم من الهجوم. رفضت الخارجية الصينية تصريحات واشنطن وطوكيو التي تقول إن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر في المنطقة. واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين الولايات المتحدة بتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية على نحو يقوض النظام الاقتصادي الدولي. ودعت بكين كلا من واشنطن وطوكيو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف عن خلق أعداء وهميين وفق تعبيرها. كذلك دعت الجانب الأمريكي للنظر إلى العلاقات بين البلدين بشكل صحيح والعمل على زيادة الثقة بين الجانبين. تأتي هذه التصريحات عقب ختام اجتماعات اللجنة الأمنية الأمريكية اليابانية وقبل لقاء مرتقب في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو. وردا على الترتيبات، قالت الخارجية الصينية أن التعاون العسكري بين واشنطن وطوكيو يجب ألا يضر بمصالح طرف ثالث. أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات الثمانية الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق. وربطت المنظمة الأمنية ارتفاع الحرارة بتركز الغازات الدفيئة. وكان العام 2016 أكثر السنوات حرا على الإطلاق، تلاه عاما 2019 و2020. وكان العام الماضي السنة الثامنة على التوالي التي يكون فيها معدل الحرارة العالمية أعلى بدرجة مئوية على الأقل من مستويات ما قبل الثورة الصناعية والمسجلة بين 1850 و1900.
ونص اتفاق باريس للمناخ الذي أبرمته الغالبية العظمى لدول العالم في 2015 على حصر الاحترار المناخي ب1.5 درجة مئوية، إلا أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت من احتمال تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية مؤقتا يزداد مع الوقت. لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم في زوبعة وعواصف قوية في ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، كما أعلن مسؤولون في عمليات الإنقاذ. وتوجهت العواصف شرقا لتضرب ولاية جورجيا المجاورة، حيث أبقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية على تحذيراتها من إعصار. وكتبت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في تغريدة أنها حزينة لأن علمت أن 6 من سكان ألاباما لقوا حتفهم بسبب العواصف. وقال نائب مدير خدمات الطوارئ جاري ويفر لوكالة فرانس بريس إن الضحايا سقطوا في مقاطعة أوتوغا. وبين المقاطعات الأخرى التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ تشامبرز وكوسا ويلمور وتلابوسا. ختام النشر هذا أهم وأبرز العناوين. ارتفاع الإنتاج الزراعي في الإقليم الأوسط. إدخال زراعة البطاطا الحلوى في جنوب البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية للشباب في إقليم عنسبة. المئات يتظاهرون ضد حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو. بكين تدعو واشنطن وطوكيو للتخلي عن عقلية الحرب الباردة. السنوات ال8 الأخيرة كانت الأكثر حرا على الإطلاق. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.